بيوصل الإنسان لحالة سكون لما بيرجع الاحتياج الأساسي بتاعه للسورس أو للأصل الحق والصحيح. فأنا لما بحتاج الحب قوي بدور عليه في الناس فبأحبط فما بلاقيهوش، برجع تاني بتعلق فعلا باسم الله الودود. لما بدور على الأمان وممكن ما لاقيهوش في الأحداث اللي بتحصل في الحياة فبرجع فبلاقيه في ربنا، وهي دي اللي بيجيب للإنسان حالة السكون. علي عزت بيجوفيتش لما كان بيقول إنه بعض الفلاسفة بيقولوا إن إحنا اللي خلقنا ربنا بعقلنا. طب هو كان بيقول وإزاي بنفضل نخلقه كل يوم وعلى مر العصور وعلى جميع الأجناس وجميع الطبقات؟ كانوا يقول الملحد أن الله لم يخلقنا ولكن نحن الذين خلقناه. ولكن لماذا خلقناه؟ وليس مرة واحدة بل آلاف المرات وفي كل مكان على الأرض. يعني إنك تتعرف على ربنا مش في رفاهية، إنك تتعرف على ربنا هو حقك على نفسك. تتعرف على ربنا هو اللي هيجيب لك السكون. تتعرف عليه إزاي؟ تتعرف عليه عن طريق إنك تفهم أسماءه وصفاته، وهتلاقي من جواك إن هو ده الاحتياج اللي أنت بتدور عليه من زمان، وهو ده اللي هتلاقي فيه إن الجزء الفارغ اللي جواك ده بيبدأ يتملي 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 أول ما ترتبط بالاسم أو بالأسماء والصفات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى.